السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واحبابي في الله، عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو زي ما احنا متعودين مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نبذة مختصرة عشان اللي ما تابعناش وما شاهدناش. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن استقبال الحمام الجديد وازاي بشتغل في عملية استقبال الحمام الجديد اللي انا شاريه. طبعا في عملية الاستقبال دي انا بفلتر الحمام من اي امراض ممكن تكون مصيبة الحمام ده، عشان لما ابدا ادخله جوه سلكة الفرخ او جوه سلكة الانتاج فيبقى جاهز لموسم الفرخ. مبدئيا كده في الفيديو ده هقول لك مميزات ترقيم العيون، وطبعا انا دخلت كل ذكر وانتايه في عينهم. طبعا ترقيمك للعيون دي بتبقى بالتسلسل وحسب عدد العيون اللي عندك. يعني لو انت عندك 20 عين فانت بتبدأ ترقم العيون من 1 ل20. طبعا بعمل حاجة كده كويسة جدا، سواء بعملها في كشكول او بعملها في فاينل زي ده كده، وفي كلتا الحالتين كشكول او في الفاينل ده بيساعدني ان انا اعرف تمام الفصوص المنتجة عندي حالها عامل ازاي او وضعها عامل ازاي. طبعا يا جماعة انا برشح طبعا حتة الفاينل ده انت بتعلقه جوه سلكة الفرخ، تمام، بيبقى قدامك على طول وكاشف في الدنيا، بدل ما انت تعمل كشكول وتدور عليه او تعينه في حتة عشان خايف ان الحمام مثلا يزرق عليه او يعمل عليه زبل او يعمل عليه براز فيبوظ منك. فانا عندي الفاينل ده احسن بكتير. طبعا بتبقى ورقة وبحطها جوه حافظة كده، تمام. طبعا في الورقة دي بقسمها لكذا خانة، تمام. خلاص انا رقمت العيون بتاعتي. في اول خانة بعمل ايه؟ بعمل رقم العين في اول خانة، تمام. ده اللي هيحدد لي تمام الدنيا رايحة فين وجاية منين. تاني خانة بكتب تاريخ اول بيضة. تالت خانة بكتب تاريخ تاني بيضة. رابع خانة بكتب ميعاد الفأس، وميعاد الفأس هنا بيختلف الصيف عن الشتاء. في الصيف من 16 ل 17 يوم البيضة بتفقس، أما في الشتاء فمن 20 ل 22 فالبيضة بتفقس. وبعمل خانة زيادة هنا للعلاجات، بعرف أنا اديت دم امتى، اديت مضاد سموم امتى، اديت فيتامينات امتى، اديت أملاح معدنية امتى، اديت كالسيوم امتى، يعني بيفيدني برضه، تمام. طبعا في اول خانه بكتب زي ما قلت لك رقم العين، وطبعا بمشيها بالتسلسل حسب العيون اللي عندي. يعني انا مثلا عندي 20 عين فبكتب في الخانه هنا من 1 ل20. وطبعا لما بالذكر والنتايه بيجوا ينتجوا وبتبدا النتايه ترمي لي اول حصوايه او اول بيضه، فانا باخد البيضه دي وبحطها بره وبجيب بيضه بلاستيك او بيضه بايظه او بيضه حيضه واحطها تحت القص تاني. هقول لك الفايده من كده ايه. الفايده من كده ان انا لما اخد البيضه الاولانيه طبعا انا بكتب التاريخ عليها، تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بحط بيضه بلاستيك او بيضه حيضه تحت القص المنتج ده عشان بفضل الله الحمام يطمن ما يقلقش. وفي نفس الوقت لما تبدا تيجي خلي بالك من النقطه دي، ان النتايه لما تيجي البيضه الثانيه بشيل البيضه البلاستيكيه او البيضه الحيضه اللي بايظه، وابدا اخد العين البيضه اللي انا حطيتها بره في مكان مظلم ما يوصلهاش اشعه شمس ولا حراره، ببدا اخدها واحطها تحت القص. يبقى كده الذكر والنتايه او القص قعدوا على الحصوايه او على البيضتين في ميعاد واحد. كده انا بتلاشى واتفادى ايه؟ كده انا بتلاشى واتفادى ظهور زغلول صغير وزغلول كبير. ليه؟ اكتريه المربين اللي عندهم حمام منتج، تمام، بيلاحظوا ان في بيضه، تمام، بتطلع قبل بيضه. طبعا انا لما النتايه بتبيض البيضه الاولانيه وبكتب عليها تاريخ اول ما باضت، تمام، او تاريخها في اول يوم اتبضت فيه، فانا بساعد على ايه؟ بساعد ان النتايه لما تبيض البيضه الثانيه بحط البيضتين تحت النتايه في ميعاد واحد. كده اصبح الاثنين بياخدوا تدفئه واحده، تمام، وفي نفس الوقت بيفقسوا في ميعاد واحد. كده اصبح الزغلولين قد بعض، الاهالي تخش تلبي الزغلولين يبقى الزغلولين مقاس واحد، تمام، وبيمشوا مع بعض. وفي نفس الوقت برضك حته ان انا
ارقم تمام العيون، اللي ارقم البيض بالتواريخ، ان انا بيفيدني في ميعاد الفأس. بمعنى انا مثلا الحصويتين مثلا كتبت عليهم برضه مثلا يوم واحد، تمام. المفروض باجي في خانة الفأس، المفروض بكتب هنا ايه في القص، ان القص هيفقس طبعا بعد مثلا 16 يوم، فيبقى يوم مثلا 17 بكتب ان القص ده هيفقس يوم 17. بمر يوم 17 في الشهر، اجي ابص مثلا لو الزغاليل ما طلعتش من البيضه، فانا ببدا انقر للزغاليل عشان اطلعها، لان في زغاليل بتموت جوه البيضه، حاجه اسمها كبس الزغلول جوه البيضه. فانا كده بساعد لما بكتب تمام ميعاد الفأس بتاع البيضه، ان انا بساعد ان ما يحصلش عندي كبس حصى او كبس بيض، فبيبقى عندي بفضل الله البيض كله بيفك وبيطلع، فاللي مش هيعرف يطلع فانا هطلعه، تمام. زائد برضك ان برضك في حاجه مهمه جدا، ان انا لما باجي اكتب ميعاد فأس البيضه، فلا قدر الله ذكر ونتايه لو ما لبنوش مثلا خلال 5-6 ساعات، فانا ببقى عارف ان القص ده تمام ما لبنش، فانا بخش البن للزغلولين، تمام. شفت بقى الدنيا رايحه فين وجايه منين. وفي نفس الوقت لما بحط برضك البيضتين في وقت واحد، فلما بيجي يفقسوا بيفقسوا في وقت واحد، فمبقاش عندي زغلول صغير وزغلول كبير، الاثنين تمام بيكونوا قد بعض وبيمشوا مع بعض، يبقى انا تلاشيت ظهور زغلول صغير وزغلول كبير. في نفس الوقت قبل كل ده يا جماعه ان انا ببقى عارف تمام بالتواريخ دي تمام، او بالسجل ميعاد الحصى، فاول مثلا ما باض بعرف الحصى ده فاضي تمام ولا مليان، يعني مخصب او معمر ولا مش مخصب ولا مش معمر. طبعا لما بكتب طبعا تاريخ ميعاد مثلا اول بيضه باضت امتى، بعرف ان بعد 6 ايام او 7 ايام المفروض البيض يكون متكون جنين، فالبيض ده لو ما تكونش فيه جنين فالبيض ده بيبقى مش معمر او مش مخصب، بيبقى فاضي. فطبعا بيبقى في مشاكل هنا، ممكن الذكر بيكون بيروق، الحيوانات المنويه بتاعته ضعيفه، او يكون النتش تمام ما بتنامش للذكر كويس او بتحص مع نفسها، او ممكن يكون الريش الكثيف اللي حوالين المشاخ هو اللي عامل عمليه تمام اعاقه لتخصيب الذكر للمبيض بتاع النتايه او القناه بتاعه النتايه، تمام. يا ريت اكون قدرت افيدك في الفيديو ده، انتظروني كل جديد ومفيد للغاوي ولا الغاية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.